السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي وحشتوني. النهاردة هنعمل معاكم بقى ايه أكلة حلوة وأكلة شتوية جميلة جدا. هنعمل معانا النهاردة الأرنبيت. معايا الأرنبيت بتاعي هون زي ما انتم شايفين، هنبدأ نقطعه حتت كده صغيرة. هنفصل الأرنبيتة كده العنق بتاعتها من بعضها، ويا ريت تكون ايه قطع صغيرة كده زي ما انتم شايفين. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ومعايا طبعا ايه الحلة بتاعتي جاهزة على النار تغلي. شوفي بقى انا قطعتها كده، وبس انا بقى يا جماعة بعمل فيه تكة صغيرة كده. انا بقى يعني احنا بنشيلها، بحب اشيلها. إيه العنق كده بيبقى فيه زي قشرة كده، بقوم مقشراها. يعني انا بحب اشيلها، يعني عايزة تشيلها تشيليها، ما تشيلهاش، بس انا يعني احنا بنحب اتعودت ان انا اشيلها. يعني حاجة ترجع لكم برضو، يعني في ناس بتشيلهاش خالص، فما فيش اي مانع ان انت تسيبيها. انا هعمل الكمية كلها معاكم. سهلة جدا، وحاجة يعني حلوة بصراحة في أيام الشتاء. أنا بعشق حاجة اسمها الأرنبيت. مش أنا الواحدة، كل الشعب المصري بيحب الأرنبيت يعني. كده أنا خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. الوردة كده صغيرة، وردة صغيرة. وطبعا معايا المية هي شوية ملح وشوية كمون. ولما تغلي طبعا هنسقط الأرنبيت بتاعي. أنا حاولت يعني ايه أسقط الأرنبيت كله مرة واحدة. بقيت أقول يا رب الحلة تاخد يعني، فالحمد لله. طبعا انت هتسلقيه، حاولي ان انت ما تسلقوش قوي يا جماعة، يكون نص سوي كده. يعني نقول 75% من السوي، عشان تبقى حلوة معاكم ومتماسكة. تعالوا بقى نشوف ايه اللي احنا هنعمله. معايا هنا يا جماعة 3 بيضات، ومعايا هنا فصين توم، ومعايا هنا نص كوباية لبن. عايزة تزودي كمان لبن زودي، عايزة تزودي مية عادة خالص يعني. ممكن يعني انا بيتهيألي كمان انا خدت شوية مية، لان حسيت ان هيبقى قليل. خدت شوية مية كمان. هنا نزلت بالكزبرة. قلبي بقى كويس جدا. شفتم انا نزلت بشويه ميه كمان صغيرين. عندك لبن زودي ميه، لبن يعني عادي. هنا معايا النشا 3 معالق نشا او معلقتين نشا كبار زي ما انت تحبي، بس النشا بيخليها بقى مقرمشه كده وزي الكريسبي من بره. هنا بقى معايا هنحط برضو حاجه حلوه عشان تديله لون كده. انا بحب اللون الاحمر في الارنبيت، ما يبقاش كله اخضر كده. بحط معلقتين صلصه او معلقه صلصه، ترجع لك حاجه بتحمر، تديله حمار كده وحلو بصراحه. هنزل بقى معايا كمان ايه بقى كده بتقليبة الدقيق. معايا هنا شوية دقيق بقى، احط على قد ايه ما تاخد. مش معايرة الدقيق يا جماعة، يعني على قد ما بياخد هحط. قلبي كده كويس، هيبقى معاكي زي الفل. شوفوا معايا بقى الطاسة على النار بتقدح الزيادة فيها عشان انا اشتغل على طول. هنا بقى نحط شوية بابريكا، كمون، كزبرة، إيه اللي انت عايزاه، فلفل اسمر. يعني انا بحب الحاجات العاديه، البهارات العاديه خالص، ما زودش بقى، مش لازم أنا ازود. والملح معايا، اوعوا تنسوا الملح يا جماعه. بس هو كده شويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، وخلاص كده، وشويه البابريكا. بس كده تمام، مرضى قوي. كده خلاص جهزت معانا. تعالوا بقى اما نشوف. طبعا انا كنت بقلي طبق برنجان كده قبل الارنبيت. طبعا يا جماعه انتوا بتقولي مفيش الا الطاسه دي، معتزيه بالطاسه دي، مش عايزه ارميها بصراحه. عندي الطاسات بس هي الطاسه دي كده يعني مش عارفه. هنا بقى ايه، هتلتي كده في الدقيق. الزيتة بتاعتك طبعا قدحة اهي. هتلتي في الدقيق وتبعدي كده بعيد عن بعض عشان ما يلزقش ببعض. وهنقلي بقى وهنقلب وهنطلع وهنوريكم الشكل النهائي على طول، مش هنتعبكم معانا يعني. أكلة جميلة جدا، ولو طولت أعملها على طول هعملها، بس يعني في ناس عندنا يعني يقولك بوجع معدتها. جميل جدا.
زي ما انتوا شايفين كده. هنا كده هبدأ نقلب بقى كده ونطلع. ده الشكل النهائي يا جماعة، شوفوا عامل ازاي، يعني تلاقيها كريسبي من بره. الله 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 على الطعامة والجمال، جميل جدا. طبق السلطة بقى، طبق الباذنجان، طبق الرز الأبيض، العيش اللي يغمس يغمس، واللي ياكل رز بياكل رز. شكرا لحضراتكم حبايب قلبي.